ومع هذا الإقبال المتزايد اللهم بارك على العطور في المغرب، سواء من طرف مستعملي أو مستهلكي العطور، سواء الرغبة ديال الشباب في العمل وتطوير الذات في مجال العطور. ملي كنقول العمل وتطوير الذات يعني كاينين شباب اللي بغاو ينموا الافكار ديالهم في مجال لا برودكسيون يعني الانتاج، الى جانبهم كاينين شباب اخرين يعني كيخدموا بالعطور الجاهزه. فقلت علاش في المغرب ما تكون واحد لا برودكسيون لوكال اللي مؤخرا وليت اقتنعت بها 100%. لان تبارك الله وما شاء الله عندنا شباب طموح، عندنا ناس اذكياء، عندنا ناس تبارك الله لهم باع كبير في مجال العطور، عندهم ما يعطيو. وفي ضوء هذا الشيء كامل انا تنقول خاص تكون الصناعه المحليه، لان الصناعه المحليه اول شيء غيتمتص لنا واحد النسبه كبيره ديال البطاله في المغرب. انا تنقول يجب اعاده النظر في وتصحيح المسار ديال هذا المجال هذا في المغرب من حيث استيراد العطور الجينيريك. انا كنتكلم على الجينيريك، غاديش نقول مازال ما وصلناش داك النيفو باش ان المغاربه يصنعوا عطور النيش او الديزاينر، يعني شي حاجه تكون ديالهم. ما غاديش نقول ما كاينش، ولكن غادي نقول تبقى فكره من بعد. لكن التحدي اللي خاص يكون هو صناعه عطور الجينيريك هنا في المغرب. علاش وليت اقتنعت؟ لان شفت او اكتشفت باللي نقدر نقول لكم واحد العدد اللي كتجينا من برا قد تفوق الخيال، قد تفوق المتوقع. يعني كاين واحد الاقبال رهيب وكبير جدا على عطور الجينيريك او لي ديب كتجي من الغرب ومن المشرق. في ضوء عندنا ناس اللي قادرين انهم يصنعوا لنا بحال ديك العطور المستورده، بل اجود من البعض منا. فانا من منبري هذا اشجع على الصناعه المحليه، وغادي نبقى دائما نلح على الصناعه المحليه حتى ان شاء الله تعالى تلقى اذانا صاغيه. منها كما قلت لكم في بدايه الفيديو غادي يكون امتصاص ديال البطاله في المغرب، وغادي يكون كذلك مزيان حتى للمستهلك اللي غادي يولي ياخذ العطور الجينيريك بثمن اقل. وغنخلي لكم باب مفتوح للمناقشه، فالنقاش مزيان يكون. ربما تكون عندي الانسان اللي عنده شي ملاحظات فانا رانا الاشاره نناقشوها، كنت على خطا فراه الناس غادي يدليو بالاراء ديالهم، واهلا ومرحبا.